طبعا الاتنين دول كلمني عشان اصوره، بس انا اعتذرت له عشان انا مشغول الفتره دي، فهو خدها بصوره وحشه قوي وخدها على هواه وزعل يعني. فانا قررت ان انا اجيب اكتر، يعني ايه، في واحد من المكانين دول انا اكتر مكان باكل من عنده بيتزا، شايف ان هو احسن مكان بيعمل بيتزا في طنطا كلها، واقارنه بالمطعم التاني. احنا معانا بيتزا رانش وميموس بيتزا، ليه فرعين، واحد في الحلو وواحد في الاستاد، وده بعديه في الحلو ب 10 متر وملوش غير الفرع ده، وده هايبر السلام. دي سمول عامله 112، دي سمول عامله 95 جنيه، ودي قد دي مره ونص. بالنسبه بقى للجبنه، المفروض الاثنين تشيكن رانش، المفروض دي يعني دي الجبنه بتاعتها مش مبينه معالم البيتزا، هنا في شويه رش كده اللي هو ايه كده، بس دي متغرقه. تاني حاجه لفت نظري، شكل الفراخ هنا اكتر من شكل الفراخ هنا. المشكله بقى ان هنا البيتزا مش متقطعه، يعني انا لسه قاطع دي. ف يعني دي حاجه برضو رخمه ان البيتزا مش متقطعه. لا صدق في فراخ بس كانت متداريه تحت، لا انا ظلمتهم يا جدع، انا بتاسف. لا في فراخ جنب. قول بسم الله كده. بسم الله. انا عايز اقول لك انا ما بحكمش على حاجه غير ما اجربها قوي، يعني انا عايز اقول لك ان ده اللي بقى من البيتزاي، العلبه فاضيه عشان اعرف اقول لك الكلمتين ويطلعوا بامان. واحد، طعم البيتزا كويسه، العجينه ممتازه، بس الحجم البيتزا صغير، كميه الفراخ قليله. انا حاولت ان انا اخلص على قد ما اقدر عشان خاطر اشوف ممكن مثلا بيرص الفراخ ما بيرصش كويس قوي، وفي حتت كتير قوي من البيتزا بتطلع ما عليهاش فراخ. فبالنسبه انا حاسس ان باكل عجينه بلحسه فراخ مش بكميه فراخ عاديه. انا ما كانش ينفع احكم على الموضوع ده غير لما اجرب حاجه تانية واشوف، وفي سعر اصغر وبحجم اكبر. ودي كمان متقطعه، انت لو تاخد بالك دي متقطعه. وتاني حاجة في فرق في الجبنة أو صوص الرانش هنا يعني كبير. نقول بسم الله. بص احنا كنا قطعتين اتنين بس من بيتزا الرانش، مش عايز اقول لك بسم الله ما شاء الله، يعني شبه اتلكمنا بجد. حشو، في طعم مميز، جبنة، وكمان في هنا مشروم. يعني انا مش دي ما كانش فيها مشروم، دي فيها مشروم، كان في قطعة قد كده مشروم واقع في ايدي بجد. كساء دي ممكن يكون ده اول تقييم، يعني ممكن دي يكون التقييم الوحيد اللي اديته لاي حد، دي 10 من 10 ونجمه كسعر كجوده. في حاجه بس حادقه في الموضوع، بس مش حادقه قوي يعني، بتيجي معايا سنه كده، مش عارف في صوص او في حاجه الملح فيها زياده، حاجه بسيطه يعني كده لمحته انا. فدي الخلاصه. ميموس بيتزا ب 112، بيتزا رانش ب 95 جنيه، فرق اكتر. لو انا جبت دي، لو انا في العموم هشتري دي هشتريها واكلها تاني. ميموس بيتزا مش سيئه ومش عاديه، لا بيتزا مقبوله وزي الفل. بس انا لو ما قدامي المطعمين دول اختار بيتزا رانش وانا مغمض عينيا.